هل سبق وسمعت أن ارتداء اللون الأبيض في حفل الزفاف قد يسبب مشكلة؟ في بعض الثقافات، يعتبر اللباس الأبيض ممنوعًا على الضيفات تمامًا، إلا للعروس وحدها. ولو حضرت إحدى النساء وهي ترتدي فستانًا أبيض، فقد ينظر إليها على أنها تنافس العروس، أو تحاول لفت الانتباه إليها. في دول كثيرة كأمريكا وبريطانيا وبعض الدول العربية، يعد ذلك تصرفًا غير لبق، ويثير استياء أهل العروس. اللون الأبيض يرمز به إلى النقاء والبداية الجديدة، ولذلك تحرص العروس على أن تكون هي النجمة الوحيدة في ذلك اليوم. ولتأكيد ذلك، قامت نور ستارز، وهي إحدى أشهر صانعات المحتوى في العالم العربي، بفرض قاعدة صارمة في حفل زفافها، تشترط فيها أن ترتدي هي فقط اللون الأبيض، وعلى كافة الضيوف ارتداء ألوان أخرى. في بعض الحفلات، تكتب هذه التعليمات بوضوح في بطاقة الدعوة: يرجى عدم ارتداء اللون الأبيض. في رأيكم، هل هذه العادة ضرورية لاحترام العروس، أم أنها مبالغة في الحساسية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك، لتصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.